يعلمون أن على يعني مقاطع الفيديو يمكن التحكم فيها، أن يتم فيها قص ولصق لبعض المقاطع، ويتم يعني تحريف على كل حال الكلام عن مساقه على يعني. كل حال هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استغلال مقاطع فيديو النهار في التشويش ربما على جهات معينة. هي ليست المرة الأولى، ولا أستطيع أن أقول قد تكون الأخيرة، لكننا في كل مرة نحن نبين أننا حياديين، وأننا همنا الوحيد هو إعلام الجزائريين وتقديم خدمة عمومية إخبارية محترفة. ومن خلال هذه، حتى لا نطيل الكلام، نحن يعني نعتذر لأننا هو خلل كما قلت لك. المقطع كان على المباشر، ولم يكن يعني بوسعنا يعني قطع مثل هذه الكلمات التي قد تؤول أو تخدش أو تمس منطقة معينة. وعليه نحن نعتذر كل اعتذار من إخواننا في منطقة الأوراس ومن الشاوية، كما يقول بالدارجة الفحولة، لأن هذه المنطقة غالية وعزيزة على كل الجزائريين. ونحن في كل مرة نؤكد أن استغلال هذه يعني الجهوية ومنطقة القبائل ومنطقة الشاوية أو منطقة يعني في غرداية بني مزاب، هذه كلها يعني محاولات للأسف يراد منها إثارة الفتنة. ونحن سنكون إن شاء الله دائما ملتزمين بالحياد وبالمهنية للتصدي لمثل هذا يعني محاولات التشويش. نعم، شكرا لك سامي على هذه التوضيحات. إذا كان هذا السيد سامي سيوسف المنسق العام لتلفزيون النهار، إذا اعتذر على الهواء مباشرة على الأطروحة التي ربما تسببت في بلبلة وسط مواقع التواصل الاجتماعي. وبدوري أنا ومن هذا المنبر أعتذر للفئة والشريحة التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري، فئة الشاوية. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.